فريق الحماية المدنية الجزائري يحتل المرتبة الأولى من حيث عمليات البحث والإنقاذ في سوريا وتركيا إثر الزلزال المدمر. لنتابع التفاصيل. احتلت الجزائر المرتبة الأولى حسب إحصائيات منصة تنسيق وإدارة العمليات الميدانية التابعة للمجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ، من حيث عدد الأشخاص الذين تم العثور عليهم، وكذا الأشخاص المنقذين على قيد الحياة في جميع العمليات الجارية إلى حد الآن بدولتي سوريا وتركيا. ويأتي هذا بعد 4 أيام متواصلة من عمليات البحث والإنقاذ عن الضحايا المحصورين تحت الأنقاض. وكانت فرق الإنقاذ للحماية المدنية قد أعلنت اليوم الخميس عن حصيلة تدخلاتها منذ 6 فبراير الجاري إلى غاية الساعة 7:30 مساء إثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا. ووفقا لذات الحصيلة، فإن فرق التدخل تمكنت في تركيا من إنقاذ 12 شخصا وانتشال 41 متوفي، أما في سوريا فقد تم إنقاذ شخص واحد وانتشال 26 متوفي. شكرا لكم يا أبطال. Channel Hullid Information DZ